احنا دلوقتي دخلنا في مرحلة الصقر، في مرحلة أخذ الطار، في مرحلة كون أو لا أكون، في مرحلة لا موت لا عيش. الأهلي تخطى عقبة الهلال السوداني، خده رايح جاي ودخل في أكبر عقبة وأكبر عقدة، وهو صن داونز. الأهلي لو ما كسبش صن داونز هيبقى فعلا صن داونز بقت عقدة للنادي الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، اللايك بتاعك جميل، ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. ويا رب انصر اخواتنا في فلسطين وثبت أقدامهم واحفظ مصر واجعلها أمنا أمانا يا رب العالمين. يلا بينا نبدأ حلقة من نار. الحلقة ديت كبيرة، ولكن عشان متبقاش كبيرة هقسمها على جزئين، جزء النهاردة وجزء بكرة إن شاء الله. نتكلم النهاردة عن مباراة الأهلي والهلال. الأهلي خد الهلال رايح جاي 1-0 هنا في القاهرة، 1-0 في موريتانيا. أداء وحش جدا للأهلي في القاهرة مقابل أداء جيد جدا للهلال السوداني في القاهرة. تعال بقى في العودة. ملعب الهلال بيلعب عليه، بيتدرب عليه، ولكن الأداء سيء. الهلال مجاش ولا لعبته كانت فايقة. الأهلي الشوط الأولاني مفيش أي حاجة، سوء ملعب، سوء أرضية، عدم فوائد لعيبة، ميس باص كتير، وبالأخص يحيى عطية الله لابس القناع ولا أكنه شايف منه، حاسس إن يعني القناع مغطي على عينه، مش شايف الهجمة الخطيرة اللي جت لمحمد الشناوي وتصدى ليها وتألق فيها، كانت عن طريق الجهة الشمال بتاعت يحيى عطية الله. والخطورة التانية الوحيدة التانية اللي جت برضو على الشناوي، ولكن اللي شالها محمد هاني. دي الخطورتين الاتنين اللي جم للهلال في الماتش كله. طيب الأهلي ما فاقش غير بعد نزول طاهر نزل غير مجريات الماتش خالص. طاهر نزل قلب كيان المباراة. طاهر حلاوته انه عنده اصرار، لما بيغيب فترة كبيرة قوي 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 ويجي بيرجع بأداء ممتاز، بيعمل فيه تغيرات في المباراة. طاهر كنا في يوم من الايام كنا بنطلب انه يمشي. دلوقتي طاهر من ابرز الناس ومن احسنهم. دلوقتي طاهر من ابرز اللعيبه ويمكن افضلهم في الاهلي. الكرة الوحيدة العدلة او اللي انا شايفها عدلة في المباراة، او الكرة اللي اتلعبت صح في المباراة، هي الاسيست من طاهر لامام، وامام جابها جول. الكرة التانية اللي امام كانت في ايد امام وبرضه ضيعها فرصة منه، كان في ايده يقدر يرجعها لطاهر ويجيبها جول. كانت المباراة خلصت 2-0 كنا استريحنا، ولكن بيبقى تفكير لاعب. ولكن هو اللي حصل، لكن تغييرات كولر عملت نتيجة في المباراة، عملت ونتيجة كويسة. الهلال السوداني ويقول لك انا الاول على المجموعه بتاعتي، انا اللي كسبت الفرق بتاعتي بتاع المجموعه كلها، ما خسرتش في المجموعات. اول ما قابل فريق البطل خسر. فاضي. بيراميدز منتظر اللي هيفوز في المباراه بتاعت بكره. بيراميدز لأول مرة في تاريخه يصعد نص نهائي دوري أبطال إفريقيا. ده يعني تاريخ
يحسب لبيراميدز. ده اكبر انجاز لبيراميدز في تاريخه، بس الانجاز ده جه على حساب مين؟ جه على حساب الزمالك. هو قال للزمالك إيه؟ انت متضايق من الاهلي، عاوز تضايق الاهلي، يعني ما بتفكرش في بطولات ولا بتفكر في انجازات ولا بتفكر في كتاب التاريخ ولا اي حاجه. سيبني انا له، اطلع انت بره المشهد وانا هاخد مكانك، وسيبني انا له، هضايقه وهنافسه وهبقى انا المنافس الوحيد له. وانا ان عرفت اخد منه بطوله عرفت، ما عرفتش خلاص يبقى انا المنافس وانا اللي هضايقه. اصبح ان الزمالك طلع بره المنافسه. اصبح ان جماهير الزمالك بقت تشجع بيراميدز مش حبا في بيراميدز، لا، مكايدة في الاهلي. فاكرين ان هم هيضايقوا الاهلي، فاكرين ان هم لما يشجعوا الزمالك الاهلي هيخسر. طب ما تحسبها حسبة تانية، انك انت بيراميدز اللي بتشجعها تمام نطرت الفريق بتاعك بره ودخلت هي مكانك خدت البطولات. ما تفكر ولو لمرة واحدة في الزمالك، انت كجمهور وكإدارة فكروا ولو لدقيقة واحدة في النادي بتاعكم. ما تفكروش مين اللي بينافس النادي الاهلي. النادي الاهلي فين؟ ما تفكروش فيه، فكروا انك انت ترجع تاني وتاخد مكانك وتنطر بيراميدز. هو ما تفكر في كده، ما فكرتش ليه؟ لكن معلش الجهل عميكم، الكره عميكم، التعصب عميكم كإدارة انك تاخد بطولات. يا استاذ عمرو اديب، عرفت ان الاهلي بيجي ياخد فلوس منين؟ 10 مليون من كاس العالم للانديه. لو الاهلي طلع في نص النهائي ان شاء الله مش هيطلع مليون في ولا مليون الا ربع في نص النهائي دوري ابطال افريقيا، ولو وصل النهائي 2 مليون. عرفت بقى الفلوس بتيجي منين؟ من البطولات. بيراميدز بتجيب فلوسها منين؟ هو بياخد بطولات؟ يعني حتى الاهلي بيحضر شكوى في بيراميدز ان ازاي خد رخصة نادي محترف. فخلاصة الكلام، افضل لاعب من وجهة نظري في المباراة بتاعت الاهلي والهلال مروان عطية، طاهر بعد ما نزل، امام، الشناوي. ده من افضل اللعيبة، وبرضه مش المستوى اللي احنا كنا منتظرينه. وبقيت الفرقة كلها بلح، ميس باص غلط، تمريرة غلط، مفيش بناء هجمة صح، مفيش هجمة متفقين عليها صح تتنفذ صح. بن شرقي بلح، لان عاوز تلعب بن شرقي اديله ملعب كويس يلعب، سحب من تحت رجله الملعب، خلاص بقى بن شرقي صفر، الحصاله بتاعته صفر. وسام طالع زعلان عشان بيتبدل مع طاهر. طب ما انت يا وسام لاحظها كده على نفسك، لو انت السنه اللي قبل ولا السنه اللي فاتت لما انت خدت هداف الدوري انت كنت بتطلع؟ لا، انت كنت بتلعب اساسي. ليه؟ لان كان مستواك فوق. دلوقتي وسام بتاع السنه دي مش تمن وسام بتاع السنه اللي فاتت. ما تزعلش انك انت بتطلع وتبدل وننزل وحد تاني ينزل مكانك. اوصل للتوب فورم بتاعتك، بعد كده ازعل لما تلاقي المدرب بيطلعك. المفروض الاتحاد الافريقي كل سنه يهدي البطوله دي للاهلي. بس هو الاهلي اتعود على البطولات، اتعود على المحافل، اتعود انه يحصد على بطوله دوري ابطال افريقيا. يا جدع اخر 9 نسخ ووصل للنهائي فيهم 8 مرات، ووصل للنص النهائي 6 مرات على التوالي من اول 2019 لحد وقتنا هذا. الزمالك مش موجودة في المشهد من 2019، مش موجودة في اي حاجة في مشهد افريقي من بعد لعنة القضية، والزمالك بقى صفر. انا باكد عليها اهو، من بعد لعنة القضية والزمالك بقى صفر. انا هقولها كده على طول، من بعد لعنة القضية، لعنة مجدي قفشة
والزمالك لن يتواجد في المحافل الدولية ولا الإفريقية، وبيراميدز خدت مكانه. في حلقة بكرة من نار، حلقة بقى هنتكلم فيها عن زيزو ووليد زيزو والقعدة اللي متفقين عليها مع نادي الزمالك، وهنتكلم على اللعيبة الجديدة اللي ظهرت زي الونش وتفاصيل عقده اللي مضى مع الأهلي، وهنتكلم فيها على حسام عبد المجيد، وهنتكلم فيها على مصطفى محمد. الأهلي ناوي يكسر الدنيا بفريق ما حصلش. بيراميدز بتقدم شكوى للكاف بما فعله جماهير الجيش الملكي فيها، ولكن الجماهير عملته ده رد فعل وليس فعل. الجماهير راحت شافت البعثة نايمة فين بتاع بيراميدز، ضربت عليها شماريخ، ضربت عليها طوب، قلقتها من نومها، قلقتها من راحتها. وبرضو الجماهير قفلت بيبان استاد التدريب بتاعت بيراميدز، ما خلتش بيراميدز تعرف تتدرب. بيراميدز كل ما تيجي تروح تأجر ملعب، المالك بتاع الملعب يقول لها لا انا ما بأجرش، الملعب مقفول، في صيانه، في مشكله. بعد ما نزلوا الاستاد شماريخ وضرب واهانه وشتيمه وسب من جماهير الجيش الملكي البيراميدز واللعيبه والاداره وكله. كل ده رد فعل وليس فعل مقابل ان بيراميدز عملت فعل دنيء لجماهير الجيش الملكي هنا في مصر لما منحتهم 50 تذكره بس من 1000 تذكره ومنعتهم من الدخول. فده رد فعل، ومفيش مسؤول يوحد ربنا لوزير شباب ورياضه ولا رئيس اتحاد ولا رئيس رابطه طلع يعتذر عن الموقف الدنيء، الموقف الوحش اللي عملته بيراميدز تجاه الجاليه المغربيه. فده رد فعل وليس فعل، وتستاهل اللي بيتعمل فيه. ولو وصلت معايا لحد هنا صلى على النبي واذكر الله، اللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.